السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في ايدو تشاو استوديو. والنهارده الحلقة الأخيرة من الكورس العشر حلقات اللي كان كل مهمته إن هو ينقلك من المستوى المبتدئ لحد المستوى المتوسط. وهي بصراحة أنا بعتبرها كرحلة طويلة جدا اتكلمنا فيها عن كل حاجة. حابب أشكر كل حد شاف الكورس لحد النهاية لحد الحلقة ديت. والنهارده أنا عايز أتكلم عن حاجة تانية خالص مختلفة شوية، وهي إن الشغل في 3 دي عامة هو شغل جماعي. يعني الشغل بيقوم على طريق مجموعات. يعني ايه مجموعات؟ يعني مثلا حد بيكون عنده فكره، بيكون الفكره دي ليها ستوري بورد. الستوري بورد دوت بيتحول لان انت بتظبطه على اساس ان هو هيطلع ك 3 دي، سواء كان فيلم بقى او لعبه او ايا كان. لو لعبه فانت بتحضر الاسيتس بتاعتها. حتى لو انت بتحضر الاسيتس، في شخص بيعمل الموديلنج، في شخص بعديه بيعمل الماتيريال، في شخص بعد كل دولت بيظبط الانيميشن، وهكذا 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 وهكذا. هي مراحل. ففي ال10 حلقات إحنا اتكلمنا تقريبًا في كل المراحل، اتكلمنا في الanimation، في الmaterial، في الmodeling، اتكلمنا في أغلب الحاجات. ولكن هل ده كافي إن أنت تكسب فلوس من مجال معين؟ لأ، ده مش كافي تمامًا. أنت لسه بس أنت عندك فكرة، عندك فكرة عامة عن الحاجات اللي موجودة في 3D، فكرة عامة، عندك فكرة عامة عن الUVs، عندك فكرة عامة عن الtimeline، حاجات كتير جدًا. هو موضوع فيه تفاصيل كتير. فأنا اللي أنا كنت كل اللي طالبه منك النهارده إن أنت تختار أكتر مجال أنت حسيت إن أنت هتعرف تأدي فيه. أنا فعلًا شاطر في الحتة دي، أنا فعلًا شاطر في الحتة دي، أنا فعلًا باعرف أعمل الجزئية دي. أو يعني مثلًا أنت شخص عايز تعمل material بقية حياتك، فالmaterial ديّة أنت لازم تتعمق فيها بقى، تعرف عنها كل حاجة. هل لازم تكون عارف حاجات كتير في الanimation؟ لأ، لأنه مش تخصصك. تخصص مهم جدًا. لمّا تيجي تخش على LinkedIn أو تخش على أي حاجة تكتب التخصص بتاعك بالضبط. أنا يا جدعان باشتغل في 3D، باشتغل على برامج كذا وكذا وكذا، وباعرف أعمل كذا. يعني حدد الحاجة اللي أنت بتعرف تعملها. في ناس هتلاقيها متخصصة في الsimulation، ناس بتعرف تعمل المَيّة والدخان والنار، دي كلها سوائل وحاجات زي كده، هو متخصص في الحتة دي. لمّا بيبقى في عمل كبير كل واحد بيمسك الحتة اللي هو شاطر فيها. تمام، تمام. حابب النهارده أتكلم على التخصص بتاعنا إحنا، وهو الhard surface modeling. هنتكلم عليه بشكل عام، هنتكلم عليه بشكل عام جدًا عشان تبقى أنت برضه عارف إن في خلفية إن في hard surface modeling، وهي الشخص اللي بيعمل عربيات، اللي بيعمل طيارات، بيموديل بس بطريقة احترافية أكتر كتير. يعني أنت بتعمل modeling ولكن باحترافية عالية. في tools معينة بتساعدك في دوّة، وهنتكلم برضه على أهم 2 tools بيساعدونا. ودي أصلًا الحاجة اللي أنا بدأت بيها القناة. لو أنت جيت دخلت بصيت على قناة A.Chao Studio، بصيت عليها كده من الأول، هتلاقيني ما بدأتش بدروس للمبتدئين خالص. أنا بدأت بدروس اللي هي زي box cutter وhard ops. ليه؟ لإني دي الحاجة اللي أنا شاطر فيها، أو الحاجة اللي اتعلمتها بشكل كبير. النهارده هنتكلم على box cutter وhard ops، ولكن قبل ما نخش كده، بجد حابب أشكر كل حد كمّل الكورس لحد النهارده. يعني مش هنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لإن إحنا لسه هنبدأ الحلقة. فشكرًا ليكم جدًا. وزي ما قلنا هنتكلم النهارده على التولز اللي بنستخدمها في الهارد سيرفيس موديلنج، وهي بوكس كاتر وهارد اوبس، وفي اتنين تانيين يعني بوكس كاتر وهارد اوبس وماشين تول ومش ماشين. الاربعه مع بعض ما بيشتغلوا يعملوا ميكس كويس جدا تقدر تموديل بيه بشكل احترافي. هنتكلم على اول حاجه، هتخش على ازاي تثبت اصلا الادونز ديت. هتخش على edit preferences، هتلاقي عندك فتحة القائمة ديت، وهتدوس انستول، وهتلاقيها طبعا كل الادوان اللي هنتكلم عليها النهارده موجودة على لينك التليجرام. هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن. وفي قناة تليجرام ساعات بنقعد نتكلم مع بعض في حاجات كتير، لو نزل شغل ببعت، وهكذا وهكذا وهكذا. اول حاجه طبعا هنتكلم عليها وهي البوكس كاتر. البوكس كاتر بتساعدني في ايه؟ البوكس كاتر هي ان انا اقدر اقطع اي جسم في ثواني. ازاي الكلام ده؟ يعني دلوقتي جيت هتلاقي هنا مكتوب بوكس كاتر، هتدوس عليها. لو دوست على حرف الدي هلاقي دي القائمة بتاعة البوكس كات، فيها الدايرة والمربع والأنجون، وممكن أضيف حاجة جديدة. كل الحاجات دي نتعرف عليها سريعا كده دلوقتي. ولكن لو أنت عايز تتعمق في الموضوع، ففي 4 حلقات اتعملوا في بداية القناة خالص بيشرحوا بقى الكلام ده تفصيلي. يعني دلوقتي بس هديك نبذة عامة عن الموضوع. تمام. فدلوقتي هحدد كده هنا، وأنا محدد بوكس كاتر، عايز أعمل أي كاتر بوليان في ثواني هقدر أعمله. هو أنا محدد الجسم بتاعي، كليك ودراج وهسحب وهنزل. الموضوع يعتبر انتهى، عملت الكتر بتاعي في ثواني. كنترول زي هرجع خطوه. كمان دلوقتي اقدر اعمل كتر عادي بشكل مربع طبيعي جدا. طب افرض انا عايز اعمل مربع واعمل له بيفل في نفس الوقت وانا بقطعه، اروح جاي هنا كده في النص وعامل الكتر بتاعي وهنزل بيه لحد تحت. وبعد كده هدوس على البي من الكيبورد، هلاقي ان هو اتعمل له بيفل في ثواني، واقدر اروح يمين وشمال واتحرك وازود الايدجز بالويل بتاعت الماوس. تمام تمام، وبمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. بص بعد ما يحصل اللي دوست على السبيس هلاقيه اتنفذ معايا. وهنا هلاقي عمل كوليكشن جديد واداها اللون الاحمر، وبقى الكتر موجود واختفى تلقائي ومرتبط ارتباط بالجسم الاصلي.
تمام. طبعا ليها استخدامات كتير جدا، واقدر اعمل بقى اي قطر في اي حته واكتر من قطر بسهوله جدا. يعني مثلا ازاي؟ دلوقتي انا جيت هنا رحت محدد كده، رحت نازل وعايز اعمل انست مثلا، اروح دايس على البي كده، انا عملت بيفل، وبعد كده عملت دوست على التي، الاقي نفسي عملت انست لجوه. يعني شايف انا كده خدت من قطر، عملت قطر جوه القطر. طب عايز اشوف القطر دوت، لو دوست هنا اظهره واقدر اتحكم فيه واطلع وانزل براحتي زي ما انا عايز. القطر موجود معايا بنحركه في اي حته. تمام. طبعا بتعمل حاجات اكتر من كده بكتير، ولكن دلوقتي احنا بنتكلم بسرعه. فدلوقتي مثلا لو جيت عملت قطر كده هنا في النص كده، ورحت نازل بيه لحد تحت، ورحت دايس عملت مثلا بي، دوست على البي عملت بيفل. بعد ما عملت بيفل عايز اعمل بيفل من تحت بس، يعني عايز اخد الجنب اللي تحت ده، واكني دوست كنترول بي، دوست على كيو، هلاقي ان هو عمل لي بيفل من تحت بس في ثواني. تمام، بقى عندي جسم والتوبولوجي رايقه وجميله ما فيهاش اي مشكله. لو جيت دخلت على الايديت مود هلاقي ان الجسم زي ما هو، لان أنا لسه ما عملتش ابلاي للكتر بتاعي. تمام. ايه تاني؟ فهنا كده ليها قائمه، طبعا اقدر اغير الكتر بتاعي مهما كان، مش بتعمل كتر بس. يعني دلوقتي كده جيت عملت كده ودوست على الاكس، هلاقي نفسي بغير الكتر ده كده الكتر انست. لو جيت دوست هلاقي ان انا عملت ايه؟ كتر انست، خدت الجزء ده بس لوحده، واقدر احركه واقدر اعمل كل اللي انا اللي انا عايزه. طب ايه تاني موجود؟ عملت كتر مثلا كده واديت له بيفل، وعملت له من تحت سحبه، رحت دايس على الاكس، كده هو انست، كده هو انا خدت الجزء اللي انا محدده بس خدته من الجسم الاصلي. هنا كده اقدر اعمل له يعني كذا حاجه، اكتر من حاجه، واقدر ايديت طبعا براحتي بمنتهى السهوله. انا اقدر اعمل كده هنا وانا محدد بوكس كتر ومش محدد اي حاجه، وعملت كده نفسي بايديت في ثواني. فاقدر بقى لو انا عايز اعمل بلوك اوت مثلا، اعمل حاجه معينه، هتلاقيني بتساعدني ان انا اعمل بلوك اوت بسرعه جدا. حلو. نمسح كده كل ده دلوقتي. كده انت خدت يعتبر 3 ثواني عن بوكس كاتر اتعرفت عليها. وفي بقى حاجه اقوى منها بكتير جدا، وهي هاردوبس. طبعا هتعمل انستول ليها بمنتهى البساطه، واحنا دلوقتي شغالين على اصدار 4.5 وهو اخر اصدار موجود. والاثنين يعني التحديث ده هتلاقيه موجود على قناه التليجرام، نزل لك الاثنين ادون اللي هيشتغلوا على 4.5. تمام. فجيت دلوقتي حددت هاردوبس بقى، يعني لو جيت دوست على كيو دي القائمه بتاعتها، ودي بتساعدني في ثواني ان انا اقدر اعمل بيفل. لان طبعا في الهارد سيرفيس موديلنج ما بنستخدمش السب ديفايد بيحط توبولوجي كتير وبيزود. تمام، يعني ايه هو السب ديفايد؟ لو جيت دخلت هنا عملت سب ديفيجن، عملت سب دي كده اسمها توبولوجي زياده، احنا مش بنستخدم الكلام ده. احنا بنقطع بنعمل بوليان، والبوليان ده ما بنعملوش ابلاي ونطلع الشكل كده زي ما هو. تمام. عرفت كده ان انا دلوقتي اقدر اعمل بيفل في ثواني. اجيب دلوقتي كده كيوب، لو دوست على الكيو دي القائمه بتاعه هاردوبس، اقدر اعمل شاربن، بيفل، اري، ميرور دي طبعا الميرور انا عملت لها حلقه كامله، هي فعلا فظيعه بمعنى كلمه فظيعه. يعني ازاي؟ انا كده حددت بوكس كتر، عملت كتر هنا، وبعدين عملت كتر تاني جنبيه، وبعدين عملت كتر في الجنب كده، وبعدين عملت كتر هنا كده، ورحت داس على المسطره، هيشغل حاجه اسمها الليزر كات وهيقطع لحد الاخر. ده اسمه الليزر كات، انا قطعت لحد لحد الاخر. افرض انا دلوقتي عايز اعرف الجسم ده معمول له فيه كام بوليان، واقدر اتحرك ما بينهم ازاي. احدد الجسم بتاعي وهدوس على الكيو، وبعدين هدوس على ايف سكرول، هلاقي ان انا اقدر هنا بقى جاب لي كل حاجه. ده البوليان الاول، ده البوليان الثاني، الثالث، الرابع. تمام، اقدر اتحرك ما بينهم بمنتهى بالويل بتاعت الماوس. تمام، فايف سكرول بتخليني اقدر اتحكم في القطر بتوعي بالترتيب، لان انت ممكن تعمل جسم واحد يكون فيه 60 و70 بوليان، ما تستغربش الرقم بس فعلا ده بيحصل. تمام. الميرور بقى، لو انا عايز انقل كل ده الناحيه التانيه، بمنتهى البساطه اروح دايس على الت اكس، هلاقي ظهر لي الشكل ده واتكلمنا عليه بالتفصيل. اروح جاي عند الجنب اللي انا عايز انقله وهروح ضن، اتنقل الناحيه التانيه بمنتهى السهوله. طبعا بقى لو انا مثلا عندي جسم كبير اقدر اشتغل على جنب واحد وانقل كل ده الناحيه التانيه على طول. تمام، تعالى كده نعمل ميرور تاني. عملنا الميرور الناحيه التانيه، ولو جيت دوست على كيو ودوست على ايف سكرول، هلاقي ان هو هنا بيعرفك كل حاجه موجوده هنا. بيقول لك ان في بوليان اولاني، في بوليان تاني وتالت ورابع، ومعمول له هاردوبس ميرور. يعني هو بيقول لك ان انت عملت ميرور من خلال هاردوبس، لان الميرور اللي موجود في هاردوبس غير الميرور اللي انت بتعمله من بره من هنا، انت بتجيبه من موديفاير عادي جدا. طب افرض انا عايز اضيف موديفاير معينه، طبعا اقدر اضيف موديفاير معينه في ثواني. كل دي الموديفاير الموجوده هنا، هنزل هنا على ايديت موديفاير، هلاقي مكتوب البيفل والسوليديفاي والاري، كل حاجه دوست كده فعمل له اري، واقدر ازود بالويل بتاعت الماوس واحرك
في المحور اللي انا عايزه كده. مثلا حركت المحور دوت، عايز اعمل اري لفوق لتحت زي ما انا عايز. تمام تمام. تعالى كده نجرب تاني. اخش هنا كده واروح دايس edit كيو، واروح دايس على الاري واقدر احرك كده. زودت بالماوس، بص كده لو جيت بصيت شايف اقدر ازود او اقلل براحتي زي ما انا عايز. لو عايز اغير المحور هدوس على الاكس، انا نفسي بغير المحور كده لفوق ولتحت زي ما انا ايه، زي ما انا عايز. نمسح كده كل ده. كده احنا اتكلمنا على هارد اوبس ليها اكتر من قائمه على حسب انت محدد ايه. يعني مثلا لو انا عندي كيوب ودوست على الكيو، هلاقي قائمه فيها شاربن وبيفل واري وميرور. تمام تمام. فيها طبعا اوبريشن، وفيها لو انا عندي بوليان هبقى ايفي سكرول. لو دخلت على الايديت مود، انا كده جوه الايديت مود ورحت دايس على الكيو، هلاقي قائمه تانية خالص، هلاقي مارك وكيرف انستراكت. وطبعا اتكلمنا على كل دوت. طب لو انا مش محدد اي حاجه خالص، ولا انا في اللاي اوت ولا في الايديت مود، انا بره كده ودوست على كيو، هلاقي قائمه ثالثه خالص اللي هو بيقول لك عايز تضيف كاميرا مثلا، عايز تضيف اضاءه. لو دوست هيعمل لي اضاءه ثلاثيه واقدر اغير فيها عدد. يعني حاجه في منتهى الروعه يعني فعلا لو انت اتعلمت الحاجات دي وعرفت تظبطها، هتعرف تخرج مشاهد سينمائيه في ثواني. هو كده لو احنا جينا دخلنا مثلا على الريندر، هتلاقي ان شايف الاضاءه مختلفه، كل حاجه. تمام تمام. ايه تاني اتكلمنا عليه؟ اتكلمنا طبعا على مش ماشين وماشين تول، تقدر تشوف الحلقات بتاعتهم كلها وهم بيساعدوني. مثلا يعني عندك مش ماشين، لو انا جيت دوست كده على التلده هلاقي ان هي بتخليني اتحرك. هنا كده التوب، لو انا عايز ابص من تحت، عايز ابص من الجنب، عايز ابص من هنا، براحتي زي ما انا عايز. وطبعا ما ننساش نتكلم على الاشكال اللي موجوده في هاردوبس جاهزه. يعني انت مثلا دلوقتي محدد هاردوبس، هنمسح الكيوب دوت. هنا كده فوق هو مديك اشكال جاهزه معمول لها اكتر من بيفل. يعني مثلا الشكل دوت انا لو جيت ابدا لازم اقعد اجهز فيه، لازم اقعد اعمل له بيفل. يعني ده كده معمول له 3 بيفل. طب اقدر اشوف الكلام ده ازاي؟ دوست على كنترول، هتلاقيه جاب لي الدوتس ديت. الدوتس دي مهمه جدا فوق ما تتخيل. لو انا جيت قربت كده من هنا، عندك هنا بيقول لك ايه ده بيفل الاولاني. لو جيت حددت وحركت يمين وشمال هلاقي ان انا ايه، شايف ده البيفل اللي معمول للجوانب. تمام. حددت البيفل التاني، قعدت ده البيفل اللي موجود فوق وتحت، شايف اقدر اتحكم فيه براحتي زي ما انا عايز. البيفل التالت هتلاقيه بتاع اللي هو البيفل العادي بقى، اللي شايف هتلاقي الجوانب كده بتسيح على بعض وبعد كده ترجع تاني. فهو معمول له 3 بيفل. طب عايز اغير حجمه على طول، وانا دايس هدوس على كنترول هيظهر لي الدوتس. همسك كده وهحرك، وبعد كده همسك كده وهحرك. شايف كده الدنيا كلها دخلت في بعضيها، فهرجع تاني كنترول زي عادي جدا. هدوس كنترول وهطلع بيه لفوق. تمام. يعني هو من الجنب كده احسن. ده بتستخدمه في البلوك اوت ليه؟ لانه معمول له بيفل جاهز، انت مش لسه هتحضره للشغل زي ما بيقولوا. في اشكال تانية كتير عندك، مثلا في اشكال زي كده، تقدر مثلا تعمل اديت شكل زي كده. طبعا لو دوست على الدوتس تقدر تتحكم فيه، تقدر تكبره وتصغره زي ما انت عايز، بدل ما تقعد ايه تجرب. هو جاي لك والتوبولوجي بتاعته مظبوطه، وتقدر توسعه وتصغره وتعمل له شايف السمك بتاعه اقدر اظبطه. واقدر اظبط هنا. طبعا اتكلمنا على كل ده في الحلقات بتاعت هارد اوبس، هم 4 حلقات برضو زي بوكس كوتر، ولكن مهمين جدا. عندك مثلا هنا لو جيت دخلت على الايديت مود، شايف هي اصلا ملهاش ايه، ملهاش اي توبولوجي، ولكن لو جيت دخلت هنا هتلاقي معمول فيها شويه حاجات كتير جدا، يعني متحضره ان انت تشتغل عليها على طول. تمام. وعندك مثلا ده كده ثنائي، مش هتلاقي معمول له حاجات كتير، تقدر بس فاهم تشتغل بيه على طول. الدوتس دي بتنفعني لما باجي ايه مثلا ايه اظبط حاجه معينه عايز احركها من الكرسل، وهكذا وهكذا وهكذا. عندك الشكل المخروطي دوت. طبعا الدوتس انا بس كنت بشرح لك فكره الايه، فكره الدوتس دي. انت لو عرفت الاشكال دي هتستخدمها في شغلك على طول. وعندك دوناتس جاهزه اهيت، فاهمني؟ تقدر بقى تظبط كده، تكبر تصغر زي ما انت عايز، او تجرب كل الدوتس دي مع بعض. انا بس عايز اقول لك ان هي مهمه، بتعمل اشكال فوق الروعه. تمام تمام. ايه تاني؟ وطبعا في الهارد سيرفيس موديلنج بنركز على التوبولوجي. لو انت شفت الحلقه اللي فاتت لقيتنا اتكلمنا شويه على التوبولوجي. فمهم جدا انت تعرف ايه هي الاشكال الاساسيه مثلا للتوبولوجي وي وي وي. الفتره الجايه هنتكلم بشكل مستفيض اكتر عن الماتيريال. الماتيريال حاجه مهمه جدا، واحنا مش بنعمل ماتيريال على بلندر، تمام، بنعمل ماتيريال على ادوبي سبستنس. دلوقتي بقى في كام حاجه هقول لك عليهم، خد بالك منهم في الاول خالص. دلوقتي مثلا انت ليه كل ما بتخش بلندر بتلاقي ان هنا موجود كاميرا وهنا موجود لايت وهنا موجود اكتر من حاجه؟ انا عايزك تمسح. يعني مثلا انا مش بستخدم التايم لاين، فهمسح كده. كل ما هفتح هيفتح معايا بلندر كده من غير اي حاجه، فاضي تمام. هدوس على فايل، وما تيجي تدوس على فايل هتلاقي مكتوب على الديفولت، هتقول له سيف
سيت اب ايه فايل، يعني سيف الشكل دوت هو الديفولت، كل ما اخش هلاقيه. ظبط بقى انت مثلا بتحتاج كاميرا في حته معينه، بتحتاج جزء في حته معينه، لما تيجي تدوس كده هيقول لك تمام، قول له ايوه، كل ما هتيجي تخش هيفتح لك على الفراغ دوت. الحاجه التانيه المهمه جدا وهي باور سيف. باور سيف هي ادون بتعمل سيف تلقائي. يعني انت مثلا دلوقتي شغال على حاجه، انا دلوقتي مثلا جيت جبت سلندر، وقعدت بقى عملت كتر هنا كده وقعدت اظبط في الدنيا، ليزر كات مثلا قطعت كده وقعدت اظبط وي وي وي، ظبطت كل حاجه، اديت له بيفل، تمام، اشتغلت شويه، يعني انا اشتغلت حبه في الجسم دوت، وهوب مثلا عملت سب ديفيجن بالغلط، عملت في حاجه معينه عملتها بالغلط، بلندر هيكراش منك في ثواني. كل اللي انت عملته ده هيبقى ضاع. وحصلت معايا انا شخصيا اكتر من مره. حلها ايه؟ حلها باور سيف. باور سيف هنعمل لها انستول دلوقتي مع بعض. هخش على اديت بريفرنسز، هيظهر لي القائمه ديت، اروح داخل هنا كده وهدوس انستول. تمام، باور سيف افعلها، هلاقيها ظهرت معايا هنا زي علامه الكهرباء، ولكن هي لونها احمر لان انا لسه ما سيفتش، مكتوب باور سيف. تقدر تحملها برضو من لينك التليجرام. فلو جيت هنا مثلا عملت سيف في اي مكان، تمام، هتلاقي ان هي سيفت ولونها بقى اخضر، هتقعد بعد كده تعمل سيف تلقائي. هو هنا يعمل سيف تلقائي كل اتنين مثلا، واقدر اغير. فاهمني؟ هي شوف بقى انت عايز كام فيرجن، عايزه يسيف كل قد ايه، مهمه جدا يعني. فانت كده عرفت ازاي تظبط الديفولت العام بتاع اول ما تخش بلندر، وازاي تسيف. ولو انت عايز تظبط الالوان، ففي حلقه كامله عملتها عن ازاي تظبط الالوان في بلندر، ما تنساش تشوفها. ودلوقتي حالا انا عايزك تركز على المشاريع الكامله. يعني ايه مشاريع كامله؟ لو جيت دخلت هتلاقي ان احنا مثلا عملنا قطعه فنيه زي كده، وعملنا رجل روبوت زي كده، وعملنا مثلا تليفون او محمول صغير هارد سيرفيس برضو زي كده. كل الهدف من الحاجات دي ان انت تخش مشروع كامل وتخرجه. طبعا بعد ما تخرجه عايزك تظبط فيه شويه حاجات، بحيث ان انت تظبطه وتحطه في البورتفوليو بتاعك، يعني ما تاخدش الشكل هو هو، لان هتلاقي غيرك خده هو هو وعمله هو هو. فانت بتعمل ايه؟ بتاخد منه الفكره الاساسيه، ورقه وقلم، بتظبط كده شويه تظبيطات، تضيف اضافات ليك انت، وبعد كده بتحطه في البورتفوليو بتاعك. وبكده تكون رحلة العشر حلقات بتاعتنا انتهت، وهنرجعهم كده مع بعض سريعا. في الحلقة الأولى تعرفنا على وجهة البرنامج، وعملنا مع بعض موديلنج بسيط جدا للكرسي والترابيزة اللي انت شايفهم في الباك جراوند دولت. في الحلقة التانية اتكلمنا على البلوك اوت، وايه هو مفهوم البلوك اوت عامة، وازاي لو انا عندي موديل كبير ابسطه لابسط اشكال ليه، لان ده بيساعدك انت تبني السين بتاعك كله بمنتهى السهولة. في الحلقة الثالثة تعمقنا شوية في الموديلنج، وعملنا مع بعض الجيم بوي او بشكل بسيط كده. بعد كده كنا محتاجين نعمل له ماتيريال، ففي الحلقه الرابعه اتكلمنا شويه عن الماتيريال وايه هي النود في بلندر. عملنا ماتيريال جوه النود، وازاي تجيب ماتيريال اونلاين وتستخدمها بمنتهى البساطه. في الحلقه الخامسه ظبطنا مع بعض وعرفنا يعني ايه التايم لاين، ونبذه كده بسيطه عن الانيميشن، وازاي تستخدم الامتي، وازاي تحط جواه اشكال وتربطهم ببعض، وهكذا. في الحلقة السادسة دخلنا على بلندر كيت. بلندر كيت مهم جدا جدا جدا، لأنه مليان فعلا موديلز، واتكلمنا على تول من أهم التول في الموديلنج عامة، بتساعدك أنت تعمل أي شكل. وطالما أنت عرفت لوب تول وعرفت بلندر كيت، فأنت هتعرف تحمل الموديل أونلاين وتظبط في شكله. ولو في حاجة معينة صغيرة كده عايز تغير فيها الماتيريال، هتعرف تغير فيها الماتيريال بمنتهى السهولة. في الحلقة السابعة اتكلمنا على الكاميرا، وازاي تظبط الفوكس، وازاي تظبط يعني ازاي تظهر جنب وتخفي جنب، وازاي تمشي الكاميرا على مسار معين وتلفها حوالين الاوبجكت بتاعك، وهكذا. وفي الحلقة الثامنة رجعنا نتكلم تاني عن الموديلنج، وعملنا مع بعض موديلنج القلم جاف او قلم ماركر، وعملنا قنبله يدويه كده بسيطه جدا. والحلقه التاسعه انا بجدها من اهم الحلقات فعلا، لان هي بتتكلم على التوبولوجي. والتوبولوجي يعني انت مثلا ممكن تكون دلوقتي عرفت 10% وناقص لك 90% من التوبولوجي. التوبولوجي عالم كبير جدا. لو انت قررت ان انت عايز تعمل موديلنج قدام، فمحتاج تكون فاهم توبولوجي كويس جدا. ليه؟ عشان الشبكه بتاعتك تبقى ماشيه مظبوطه، وانت بتبقى عارف ان في ناس بعدك هتعمل انيميشن وناس بعدك هتعمل ماتيريال. فانت لازم تطلع الشغل مظبوط. ليه؟ عشان يعرفوا يشتغلوا هم بعديك، فاهمني؟ ويتقال عليك ان انت شغلك مظبوط، فيجي لك شغل اكتر، وهكذا. وفي الحلقه بتاعت النهارده اتكلمنا على الهارد سيرفيس موديلنج. مقدمه يعني انا حاسس ان انا لا ما استوفيناش حقها، ولكن اتكلمنا على بوكس كاتر وهارد اوبس، وفي منهم طبعا حلقات تانية كنت عاملها قبل كده بالتفصيل، فمهمين جدا. وفي تولز تانية وادونز تانية. الهارد سيرفيس عامة هو مفهوم، يعني انت محتاج تفهم الدنيا بتاعته ماشية ازاي. ومع بعض القناة هتكمل في الهارد سيرفيس موديلنج، وهنتكلم عن ماتيريال قدام، وهكذا. بجد حابب اشكر كل حد
تابع ال10 حلقات دول من الأول، وكل حد استفاد منهم من الحلقة الأولى لحد الحلقة ال10. لو أنت ما كنتش تعرف أي حاجة عن ال3 دي، فعلا ال10 حلقات دول فرقوا معاك، فده شيء يسعدني جدا جدا جدا. وده الانستجرام بتاعي، تقدر تتواصل معايا في أي وقت. واحنا القناة بتاعتنا متخصصة في الهارد سيرفيس موديلنج. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.